بص يا معلم، قبل ما اتكلم في اي حاجه عايز اقول لك على كام نقطه تاخد بالك منهم بعد كده. اولا، ما اسمعكش بتقول لي يا غريمي دي تاني خالص، دي اول حاجه. تاني حاجه، لما يكون في ماتش بينا في الدوري او في الكاس او في اي حاجه ما اسمعكش تقول عليه ديربي او ماتش قمه. وبعد كده ما فيش حاجه اسمها قطبين الكره المصريه، هو قطب واحد بس، النادي الاهلي. اسمع بقى كده الكلمتين اللي جايين دول واحده واحده وركز فيهم كويس قوي. النادي الاهلي نادي القرن الافريقي على موعد مع نادي ريال مدريد نادي القرن الاوروبي في نصف نهائي كاس العالم للانديه. سمعت كويس ولا اقول تاني؟ سمعت العظمه؟ سمعت اللي بيتقال ولا لسه؟ شفت الاهلي فين وانت فين ولسه بتقول عليه غريمك؟ الاهلي يا صديقي ما بيتقارنش بحد، الاهلي هو بطل القاره الاوحد. والله يا عم يا بختنا بالاهلي. الاهلي يفوز على سياتل ساوندرز الامريكي بطل الكونكا كاف في ربع نهائي كاس العالم للانديه، ويتاهل للدور نص النهائي عشان يقابل ريال مدريد. ويا ريت بس ما اسمعش حد يقول عليه فريق ضعيف وفريق مش قوي وفريق اي كلام، عشان ده بطل الكونكا كاف، مش بطل الدوري المصري موسمين ورا بعض، يعني بطل الكونكا كاف. حد واخد باله من الكلمه ولا انت مش واخد بالك؟ وبعدين هو انا لما اغلب فرقه قويه زي دي وبطل الكونكا كاف والزملكاوي المحنك يقول لك عليها فرقه ضعيفه، امال فرقتك انت تبقى ايه لما انا غلبتها 3-0؟ المهم يا عزيزي، هكلمك النهارده عن مباراه النادي الاهلي مع سياتل ساوندرز الامريكي في ربع نهائي كاس العالم للانديه، وهكلمك ليه تم استبعاد برونو سافيو من قائمه النادي الاهلي في كاس العالم للانديه مع ان الفريق لاشد الحاجه اليه، وهكلمك كمان عن كوبري جديد في صفوف نادي الزمالك غير الكوبري الاولاني، قصدي غير الكوبري الثاني. واخر موضوع في حلقه النهارده هو موضوع مهم جدا هقول لك كل تفاصيله وما تراجعش ورايا، وهي مشكله قيد الثلاث صفقات الجداد بتوع نادي الزمالك. فسريعا وقبل اي حاجه، لو لسه ما اشتركتش في القناه انزل اعمل اشتراك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. واهلا بيكم في حلقه جديده، ده برنامج نسر الاهلي وانا ابانوب مفيد. عزيزي الاهلاوي الجميل، ازيك؟ عزيزي الاهلاوي اللي فريقك على موعد مع ريال مدريد في نص نهائي كاس العالم للانديه، يا بختك بالاهلي. كولر دخل الماتش بنفس خطه الماتش اللي فات ولكن مع اختلاف في التشكيل. بصراحه انا اختلف معاه في التشكيل اللي بدا بيه الماتش، لان الاهلي كان سيء جدا في الشوط الاولاني. 4-1 في حاله ان الكوره معانا، و4-3 لما نفقد الكوره. محمد الشناوي في حراسه المرمى، محمود متولي ومحمد عبد المنعم قلب دفاع، باك شمال علي معلول وباك يمين محمد هاني، 3 في نص الملعب حمدي فتحي واليو ديانج وعمرو السوليه، قدامهم 3 ناحيه اليمين بيرسي تاو، ناحيه الشمال طاهر محمد طاهر، وراس حربه كهربا. والموضوع اللي انا بختلف بيه مع كولر، انت ليه تبدا ببيرسي تاو وتبدا بطاهر محمد طاهر؟ الاثنين دول لسه راجعين من اصابه وصعب تبدا بيهم ماتش زي ده. حسين الشحات كان عامل ماتش حلو جدا قدام اوكلاند سيتي، وبرضه احمد عبد القادر كان عامل ماتش حلو بغض النظر عن انه بطيء ان هو يطلع الكرة من رجله، بس عمل ماتش ممتاز. فليه ما تبداش بدول وليه بدات بطاهر محمد طاهر وبيرسي تاو؟ والمشكله الثانيه برضو ان انت تبدا بكهربا، لان سياده المستشار مأكد لي ان كهربا مش هيلمس الكرة تاني، فانت كده بتعمل لنا مشكله مع الراجل. المهم يا سيدي ان الماتش بدا والنادي الاهلي مش عارف يطلع بره نص ملعبه. طب هل ده لان الاهلي وحش في التحضير؟ هقول لك لا، السبب ان فريق سياتل ساوندرز كان بيلعب ضغط عالي على النادي الاهلي ومقفلين الخطوط بتاعتهم كويس جدا وواقفين قريبين من بعض، وبيلعبوا كوره ممتازه جدا على الارض، وعندهم قدره كبيره جدا ان هم يحافظوا على الكوره لاكتر وقت ممكن. تحركاتهم لبعض ممتازه جدا وبيستلموا وبيسلموا الكوره بطريقه اكتر من رائعه. فريق قوي بدنيا واللعيبه نازله ما بتهزرش، وكان باين ده في التدخلات العنيفه اللي كانوا بيعملوها. ولكن الحمد لله قدرنا نطلع من الشوط الاولاني بالتعادل السلبي 0-0. الشوط الاول اللي استنفذوا فيه اكتر من 40% من قوتهم البدنيه، وحرفيا زي ما بقول لك كده الشوط الاول النادي الاهلي ما جاش، احنا ما عملناش ولا هجمه خطيره على مرمى سياتل، احنا عمالين بنشتت الكوره بس، ومفيش اي حد في نص الملعب يستلم الكوره لان فريق النادي الاهلي كله جوه ال 18. المهم ان بعد ما الشوط الاول خلص للحظه كده حسيت ان احنا خرجنا من البطوله. صراحه الفريق صعب جدا وقوي جدا واللعيبه نازله ما بتهزرش، ما شفتش واحد فيهم بيبتسم بس في الملعب. لكن بصراحه مارسيل كولر فاجئني الشوط الثاني بالاداء
مع انه بدأ الشوط الثاني بنفس التشكيل. الشوط الثاني الاهلي بيوصل لمنطقه 18 بتاعت نادي سياتل. الشوط الثاني الاهلي بينقل كوره في تحركات بين اللعيبه، في استلام وتسلم للكوره بطريقه صحيحه، وصلوا اكتر مره لمنطقه 18 وبداوا ان هم يهددوا مرمى سياتل، ولاعيبه سياتل كان واضح عليهم جدا التعب والارهاق. وبصراحه مش عارف هل مارسيل كولر كان عامل حساب ده من اول الماتش ولا ده حصل كده وهو ما كانش محضر له. وخدت بالي كده من كوره حوالي في الدقيقه 65 في منطقه 18 بتاعت سياتل ساوندرز، المدافع بتاع سياتل قطع الكوره وما قدرش ان هو يلف وسطه ويشتت الكوره بره، شاطها في الاوت اللي جنبه. فكان باين عليهم الارهاق والتعب وان هم استنفذوا قوتهم البدنيه. وتغييرات مارسيل كولر وتغييرات برايان مدرب سياتل ساعدوا النادي الاهلي انه يسبب خطوره على مرمى سياتل ويسجل منه هدف. مارسيل كولر في الدقيقه 63 بيطلع طاهر محمد طاهر وبينزل احمد عبد القادر، وبيطلع كهربا وبينزل محمد شريف، وبيطلع حمدي فتحي وبينزل محمد مجدي قفشه. بصراحه حمدي فتحي كان لازم يطلع من بدري قوي لانه كان باين عليه ان هو مش موفق اليوم ده. مش هقول ان هو وحش، لا، انا كل اللي هقدر اقوله ان هو ما كانش موفق واليوم ده ما كانش يوم. تغييره قفشه اللي جمهور النادي الاهلي كله اول ما شاف قفشه نازل زام ومش عاجبه التغييره دي، وبصراحه انا واحد منهم. انا كنت مع ان حمدي فتحي يطلع لكن ما ينزلش مكانه مجدي قفشه. المهم ان في الدقيقه 68 برايان مدرب سياتل ساوندرز بيطلع جوش اتنسيو، وده كان لاعب خطير جدا في نص ملعب سياتل ساوندرز، وكريستيان لوردن اللاعب رقم 10 اللي كان مسبب قلق كبير جدا في دفاع النادي الاهلي وكان مسبب خطر كبير على مرمى الشناوي، هو كمان بيطلع في الدقيقه 84 يعني قبل الهدف ب4 دقايق. الدقيقه 88 قفشه بيقطع كوره من نص الملعب، بيعدي من اول لاعب بالمهاره، بيلعب الكوره لبيرسي تاو، بيرسي تاو بيسلمها له تاني على خط ال 18 عشان محمد مجدي قفشه بيشوط الكوره تيجي في العرض وترد من العرض على دماغ مدافع سياتل ساوندرز اللي بدماغه بيودي الكوره لمحمد مجدي قفشه بيشوطها مره تاني بس بتقلش، واثناء ما الكوره في طريقها ان هي تطلع بره الملعب بتخبط في مدافع سياتل ساوندرز وتغير اتجاهها وتدخل جول. بصراحه مفيش توفيق كده في الدنيا يعني. هو اللي قطع الكوره وهو اللي عدى بواحد وهو اللي شاط الكوره وجت في العارضه وترد له تاني ويشوطها ويحطها في الجول. وواضح ان محمد مجدي قفشه كده ما بيعرفش يجيب اهداف غير من الكور اللي بترجع له من المدافعين. انا اسف بصراحه لو كنت فكرتكم بحاجه انتوا مش حابين تفتكروها يعني. المهم ان في الدقيقه 93 مارسيل كولر بيعمل تغيير تضييع الوقت، بيطلع بيرسي تاو وبينزل مكانه رامي ربيعه، والماتش بيخلص على كده، ويفوز النادي الاهلي على سياتل ساوندرز في ربع نهائي كاس العالم للانديه بهدف مقابل لا شيء، ويتاهل لنص النهائي عشان يقابل ريال مدريد. نادي القرن الافريقي هيقابل نادي القرن الاوروبي في نصف نهائي كاس العالم للانديه، ودي اول مباراه رسميه تجمع ما بينهم. وعلى الناحيه الثانيه الهلال السعودي بيتاهل لنص نهائي كاس العالم للانديه على حساب الوداد صاحب الارض وصاحب الدار. بعد ما انتهت المباراه بالتعادل 1-1 ولجأوا لركلات الترجيح، يفوز نادي الهلال السعودي ويستعد الهلال السعودي عشان يقابل فريق فلامينجو في نص نهائي كاس العالم للانديه. احب النهارده اشيد باداء القائد محمد الشناوي، رغم ان في غلطه عملها كده في نص الماتش لكن قدر ان هو يلحق نفسه وبيقدر ان هو يحافظ على الكلين شيت لتاني ماتش في بطوله كاس العالم للانديه. محمد عبد المنعم ومحمود متولي مش لاقي اي كلام اقدر اوصف المجهود اللي هم بيبذلوه في الملعب. علي معلول ومحمد هاني اداء محترم واداء جبار من الاثنين بصراحه. ديانج بقى ده الدبابه ورئيس جمهوريه نص ملعب النادي الاهلي. قفشه النهارده كان بان عليه ان هو فايق ونازل عايز يعمل حاجه، وفعلا ربنا كرمه ووفقه وقدر ان هو يجيب هدف الفوز. احمد عبد القادر ده بقى لعيب غريب شويه، لعيب يقدر يخليك تقول له يا ابن اللعيبه وفي نفس الكوره تشتمه. يا اسطى انت هلفت اللعيبه وعديت من واحد ومن الثاني ومن الثالث ومن الرابع، هتعمل ايه بعد كده؟ بحسك ان انت بتهنج او بتقع. ليه ما بتطلعش الكوره من رجلك بسرعه عشان نعرف نعدي ونجيب اجوان حضرتك؟ هو انت يا صاحبي في حد مفهمك ان الكوره هلفته؟ لا ده غلطان، الكوره اهداف يا صديقي، ما ينفعش اللي انت بتعمله ده. المهم ان بعد الماتش قفشه خد رجل المباراه والمراسل كان واقف بيتكلم معاه. بصراحه مجدي قفشه قال تصريح للتاريخ، قال لك انا ما يفرقش معايا الجوائز الفرديه، اهم حاجه تاهل النادي الاهلي. ومارسيل كولر بعد الماتش لما المراسل قال له هتحضر ازاي لماتش ريال مدريد، الراجل طلع له هارد من جيبه وقال له الهارد ده عليه اخر ماتشات بتاعت ريال مدريد وان شاء الله من بكره هنبدا التحضير ليها. الراجل في قلب الماتش بتاع سياتل ساوندرز كان في جيبه هارد وعليه ماتشات ريال مدريد، سبحان الله تحس ان هو عارف. المهم يا سيدي تعالى نخش على الموضوع اللي بعد كده، والموضوع اللي فيه ناس كتير قوي بتتكلم فيه ومفيش
مفيش حد عارف الصح من الغلط، وهو استبعاد برونو سافيو من قائمة النادي الاهلي المشاركة في كاس العالم للاندية. في ناس قالت ان هم استبعدوا برونو سافيو لانه كان هو السبب في فشل صفقة سوزا، وان سافيو قال له ان في مشكلة في العملة الصعبة في مصر ومفيش استقرار اداري، عشان كده سوزا طلب من النادي الاهلي مطالب تعجيزية عشان يخلع من الصفقة دي بعد ما كان فاضل ساعات على اعلان الصفقة بشكل رسمي. وكمان قالوا ان الاهلي هيجمد برونو سافيو لنهاية الموسم وبعد كده هيبيعوه لاي نادي. ولكن كابتن سامي قمصان لما اتسأل عن الموضوع ده بعد ماتش سياتل ساوندرز قال ان برونو سافيو ادى في الماتشات اللي هو شارك فيها اداء ممتاز جدا، واكيد هيكون ليه دور وهيشارك في ماتشات الدوري ودوري ابطال افريقيا، وان استبعاده من كاس العالم للانديه هو قرار فني مش اكتر. فالصح فين والغلط فين؟ اكيد كل حاجه هتبان مع الوقت. الموضوع اللي بعد كده هو كوبري جديد يظهر داخل نادي الزمالك من ضمن الكباري اللي بتتعمل جديد يعني والكلام ده. كهربا طلع الكوبري ونزل نزله الاهلي، امام عاشور طلع الكوبري وقدامه 3 نزلات. اول نزله ان هو يحترف في اوروبا ويكمل مسيره الاحتراف، النزله الثانيه هتكون على النادي الاهلي، يا اما النزله الثالثه على بيراميدز. وثالث كوبري في نادي الزمالك حاليا هيطلعوا فتوح، ومن وجهه نظري ده اهم لاعب في صفوف نادي الزمالك حاليا بعد سلبيه تحليل المخدرات الخاص بفتوح. فتوح ما بيتمرنش مع الفريق وبيطلب الرحيل عن نادي الزمالك. وعايز اقول لك ان تحليل عبد الله جمعه كمان طلع سلبي. طب نفسي اعرف الراجل ده قال كده ليه؟ ازاي بيشوه سمعه اللعيبه بتاعته؟ انا مش فاهم. حرفيا الراجل ده هو اللي خرب النادي، ولو فضل مكمل على اللي هو بيعمله ده مش بعيد تلاقي الزمالك بيلعب في دوري الدرجه الثالثه. ونخش على الموضوع المهم والموضوع الاخير في حلقه النهارده، جايب لك فيه الزتونه وما تراجعش ورايا، وهي مشكله قيد صفقات الزمالك الجديده. مرتضى منصور بيقول لاتحاد الكوره يا اما تسجلوا ال3 لعيبه بتوعي ويلعبوا في الفريق، يا اما هوقف النشاط الرياضي في مصر كلها. اللي هم محمود شبانه اللي كان اعاره لسموحه والزمالك هيقطع اعارته، وناصر منسي مهاجم البنك الاهلي، واحمد بالحاج ده اعاره من نادي اسوان. ويذكر ان شبانه كان هيقطع اعارته من نادي اسوان 2021 وهيرجع الزمالك، ولكن برضه تم ايقاف القيد في نادي الزمالك. ودلوقتي المفروض ان هو قطع اعارته من سموحه وهيرجع نادي الزمالك، وبرضه القيد قفل في نادي الزمالك. بركاتك يا شبانه يا ابن المحظوظه. المشكله بقى كلها فين والقصه فين؟ تعال نحكي لك. اول حاجه عشان تأيد اللعيبه انت لازم بتدفع رسوم، ودي بتكون نسبه من عقد اللاعب. ورسوم ال3 لعيبه بتوع نادي الزمالك 2 مليون و800 الف جنيه، ودول المفروض بيدفعوا كاش مش بيتقسطوا. دي حاجه. الحاجه الثانيه المفروض تدفع مع الفلوس دي جزء من المديونيه بتاعتك لدى اتحاد الكوره. فالمفروض انت لما بتيجي تسجل لاعب بتدفع الرسوم بتاعته اللي هي بتكون نسبه من عقد اللاعب زائد جزء من المديونيه بتاعتك. طب مديونيه الزمالك في اتحاد الكوره كام؟ 28 مليون جنيه شيكات بدون رصيد، وده لان ارصده الزمالك محجوز عليها. فاتحاد الكوره قال لنادي الزمالك اديني يا عم 5 مليون وانا هسجل لك اللعيبه، اللي هم 2 مليون و800 الف الرسوم بتاعه تسجيل اللعيبه، و2 مليون و200 الف ده جزء من المديونيه اللي عليه. المهم ان مرتضى منصور قال لهم انا مش معايا ومش هدفع اي حاجه واللعيبه هتتسجل بالعافيه. هم ردوا عليه قالوا طب انت مش معاك تدفع، امال ازاي اشتريت اللعيبه دي ودفعت فلوسها كاش للانديه؟ ما هو برضو الموضوع بالعقل مش بلطجه هي. فواحد يجي يسالني طب كل الانديه اللي سجلت اللعيبه عملت كده؟ هقول لك كل الانديه اللي عملت صفقات وهي بتسجلها دفعت الرسوم بتاعه الصفقه زائد جزء من المديونيه. الكلام ده حصل مع كل فرق الدوري ما عدا فريقين. الفريقين دول دفعوا الرسوم الخاصه بتسجيل اللاعبين بتاعتهم، ولكن ما كانش معاهم فلوس ان هم يدفعوا جزء من المديونيه. بس ركز معايا في الكلام عشان الامر ما يختلطش عليك. الفرقتين دول دفعوا الرسوم بتاعه تسجيل اللعيبه، ونظرا للظروف اللي هم بيمروا بيها اتحاد الكوره ما خدش جزء من المديونيه. ما هو برضه يا صاحبي اتحاد الكوره شواف وبيحس بالانديه برضه. فهتقولي طب ليه اتحاد الكوره ما عملش كده مع نادي الزمالك؟ ما هو الزمالك عنده ظروف برضه ومحجوز على الارصده بتاعته. هقول لك الكلمه اللي قلتها لك من شويه وقلت لك ركز فيها، ان الناديين دول دفعوا الرسوم الخاصه بتسجيل اللاعبين لكنهم ما قدروش يدفعوا اي جزء من المديونيه. لكن نادي الزمالك ما كانش هيدفع ولا جزء من المديونيه ولا حتى رسوم التسجيل. الحاجه الثانيه ان الناديين اللي اتحاد الكوره تساهل معاهم في التسجيل دول ما عندهمش رئيس بيشتم اتحاد الكوره ولا بيشتم لجنه الحكام ولجنه
الانضباط ولا بيشتم في جمال علام ولا في حازم امام ولا الكلام ده كله. فانت عايز بعد ما تغلط في الناس دي كلها اقف جنبك واساعدك؟ طب ازاي يعني؟ المهم برضو ان بالرغم من اللي بيحصل من رئيس نادي الزمالك تجاه المنظومات دي كلها، اتحاد الكوره ادى نادي الزمالك 3 حلول، والمفروض ان الزمالك يختار حل منهم. اول حل هو ان الزمالك هيدفع الرسوم بتاع تسجيل اللعيبه زائد 25% من المديونيه، وساعتها هياخد كارنات اللعيبه واللعيبه هتشارك عادي. الحل الثاني هو ان نادي الزمالك هيطلع ال3 لعيبه دول اعاره لاحدى الدوريات اللي لسه القيد ما قفلش عندهم. الحل الثالث هو ان اتحاد الكوره هيسمح لل3 لعيبه يتمرنوا مع نادي الزمالك ولكن مش هيشاركوا في اي مباراه. هم دول ال3 حلول اللي اتحاد الكوره اداهم لنادي الزمالك. وكمان المستشار الشافعي صالح رئيس نادي اسوان كان عايز يضمن حقه وطلب فلوس اعاره احمد بالحاج كاش. يعني نادي اسوان خد 4 مليون جنيه كاش من الزمالك مقابل اعاره احمد بالحاج، وطبعا احمد بالحاج اتشال من على سيستم نادي اسوان. ورئيس نادي اسوان قال ان ال4 مليون جنيه دول خلاص اتصرفوا، ولو الزمالك هيفعل بند شراء اللاعب مع نهايه الموسم لن يتم خصم ال4 مليون جنيه بتوع الاعاره. ال4 مليون جنيه بتوع الاعاره اللي الزمالك اداهم نادي اسوان مقابل اعاره احمد بالحاج اللي هو اصلا مش هيلعب بيهم لانه ما تسجلش. طب حد يسالني ليه كل ده بيحصل في نادي الزمالك؟ هقول لك ان ده ذنب كهربا. بعد ما كانوا موقفين كهربا عن اللعب ومش عايزين يقسطوا له الغرامه بتاعته، دلوقتي عندهم 2 لعيبه هيمشوا وفي 3 اصلا ما تسجلوش. والراجل اللي عمال يغلط في كل الناس ده انسى ان في حد يساعده او يقف جنبه او يقف جنب الزمالك. المهم يا عزيزي سيبك من المحليات دي ونادي الزمالك ومحليات نادي الزمالك، وتعالى نتكلم في العالميه اللي احنا وصلنا لها. نادي الهلال السعودي هيقابل نادي فلامينجو في نص نهائي كاس العالم للانديه يوم الثلاث 7 فبراير الساعه 9. والنادي الاهلي نادي القرن الافريقي هيقابل نادي ريال مدريد نادي القرن الاوروبي في نص نهائي كاس العالم للانديه يوم الاربعاء 8 فبراير الساعه 9. وكمان الزمالك هيقابل فاركو في ربع نهائي كاس العالم للادويه. وبكده يا صديقي بتكون خلصت حلقتنا من نسر الاهلي. فلو لسه ما اشتركتش في القناه انزل اعمل اشتراك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، واشوفكم في حلقه جديده من نسر الاهلي مع بنوب مفيد.